عاونها. يعني 25 طالبة عشان يقدرون يشيلونها. فما شاء الله الولد ذا شالها لحاله. الزبدة ذا يدل على انه الولد انهار. وايش سبب انهياره؟ التنمر. مستحيل تروح مدرسة وما تلاقي فيها التنمر منتشر. بوجهة نظري أي طالب يتنمر على شكل طالب ذا فيه له نقص تربية ونقص في حياته. وأنا زمان كنت أفكر إني أصير أستاذ. هتقولي ليش يا كايدر؟ عشان أفرش الطلاب فرش مو طبيعي. أي واحد يتنمر على واحد أفرشه على طول، لا للتنمر. الولد الصغير هذا عصب لدرجة انه شال طاولة ورماها، واتوقع انه وصل لمرحلة متأخرة من العصب. عاونها. يعني 25 طالبة عشان يقدرون يشيلونها. فما شاء الله الولد ذا شالها لحاله. الزبدة ذا يدل على انه الولد انهار. وايش سبب انهياره؟ التنمر. مستحيل تروح مدرسة وما تلاقي فيها التنمر منتشر. بوجهة نظري أي طالب يتنمر على شكل طالب ذا فيه له نقص تربية ونقص في حياته. وأنا زمان كنت أفكر إني أصير أستاذ. هتقولي ليش يا كايدر؟ عشان أفرش الطلاب فرش مو طبيعي. أي واحد يتنمر على واحد أفرشه على طول، لا للتنمر. الولد الصغير هذا عصب لدرجة انه شال طاولة ورماها، واتوقع انه وصل لمرحلة متأخرة من العصب. عاونها. يعني 25 طالبة عشان يقدرون يشيلونها. فما شاء الله الولد ذا شالها لحاله. الزبدة ذا يدل على انه الولد انهار. وايش سبب انهياره؟ التنمر. مستحيل تروح مدرسة وما تلاقي فيها التنمر منتشر. بوجهة نظري أي طالب يتنمر على شكل طالب ذا فيه له نقص تربية ونقص في حياته. وأنا زمان كنت أفكر إني أصير أستاذ. هتقولي ليش يا كايدر؟ عشان أفرش الطلاب فرش مو طبيعي. أي واحد يتنمر على واحد أفرشه على طول، لا للتنمر. الولد الصغير هذا عصب لدرجة انه شال طاولة ورماها، واتوقع انه وصل لمرحلة متأخرة من العصب. عاونها. يعني 25 طالبة عشان يقدرون يشيلونها. فما شاء الله الولد ذا شالها لحاله. الزبدة ذا يدل على انه الولد انهار. وايش سبب انهياره؟ التنمر. مستحيل تروح مدرسة وما تلاقي فيها التنمر منتشر. بوجهة نظري أي طالب يتنمر على شكل طالب ذا فيه له نقص تربية ونقص في حياته. وأنا زمان كنت أفكر إني أصير أستاذ. هتقولي ليش يا كايدر؟ عشان أفرش الطلاب فرش مو طبيعي. أي واحد يتنمر على واحد أفرشه على طول، لا للتنمر. الولد الصغير هذا عصب لدرجة انه شال طاولة ورماها، واتوقع انه وصل لمرحلة متأخرة من العصب. عاونها. يعني 25 طالبة عشان يقدرون يشيلونها. فما شاء الله الولد ذا شالها لحاله. الزبدة ذا يدل على انه الولد انهار. وايش سبب انهياره؟ التنمر. مستحيل تروح مدرسة وما تلاقي فيها التنمر منتشر. بوجهة نظري أي طالب يتنمر على شكل طالب ذا فيه له نقص تربية ونقص في حياته. وأنا زمان كنت أفكر إني أصير أستاذ. هتقولي ليش يا كايدر؟ عشان أفرش الطلاب فرش مو طبيعي. أي واحد يتنمر على واحد أفرشه على طول، لا للتنمر. الولد الصغير هذا عصب لدرجة انه شال طاولة ورماها، واتوقع انه وصل لمرحلة متأخرة من العصب. عاونها. يعني 25 طالبة عشان يقدرون يشيلونها. فما شاء الله الولد ذا شالها لحاله. الزبدة ذا يدل على انه الولد انهار. وايش سبب انهياره؟ التنمر. مستحيل تروح مدرسة وما تلاقي فيها التنمر منتشر. بوجهة نظري أي طالب يتنمر على شكل طالب ذا فيه له نقص تربية ونقص في حياته. وأنا زمان كنت أفكر إني أصير أستاذ. هتقولي ليش يا كايدر؟ عشان أفرش الطلاب فرش مو طبيعي. أي واحد يتنمر على واحد أفرشه على طول، لا للتنمر. الولد الصغير هذا عصب لدرجة انه شال طاولة ورماها، واتوقع انه وصل لمرحلة متأخرة من العصب.